هل لازم اللي هيمثل لازم يدرس تمثيل ولا ممكن تمشي بهوايته؟ هو يعني طبعا الموهبة دي حاجة أساسية، ولو بشيء بقدر بسيط، بعدين يكمل الموضوع ده بالدراسة. فعنده من أول ما طبعا في المدرسة يبتدي، لو عرف يمثل في مسرح المدرسة هتبقى حاجة كويسة. من بعد المدرسة ممكن يدخل الجامعة ويمثل في فرق التمثيل في الجامعة، أو قبل مرحلة الجامعة ممكن يعني يلتحق بأي فرقة حرة مسرحية، ودي ما أكترهم يعني في مصر اللي بيقدموا فن المسرح يعني. فدي حاجة. الحاجة التانية ممكن يا إما بعد الثانوية العامة يدخل أكاديمية الفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج، ودي بيبقى ليها اختبارات. الاختبارات بتاعتها بتكون عبارة عن مشهدين، مشهد باللغة العربية ومشهد باللهجة العامية. ده حاجة. الحاجة التانية يعني ما توفقش في ان هو يخش أكاديمية الفنون، في كلية آداب جامعة حلوان فيها مسرح برضه بيبقى عن طريق الاختبار برضه، او في آداب مسرح اسكندرية برضه بيبقى فيها اختبارات. كل دي يعني قنوات شرعية ان هو يمارس فيها موهبته. دي حاجات ما عرفش لا يعمل ده ولا يعمل ده. عنده مسرح طبعا. الكلية يحاول لو دخل كلية يحاول يلتحق بالمسرح. كل الجامعات فيها مسارح، او ممكن يقرب ناحية أصول الثقافة. أصول الثقافة بتعمل فرق وبتعمل ورش مسرحية، أو عنده قناة أخرى وهي إن هو ممكن يروح عند أي مسرح دولة. دلوقتي وزارة الثقافة عاملة كده، إني عاملة ورش مسرح في مسارح الشباب اسمها ابدأ حلمك، برضو ممكن يمارس موهبة التمثيل فيها، أو يروح يدرس فيها تمثيل. بس هو لو قدر ان هو يخش أكاديمية الفنون دي حاجة كويسة، سواء بعد الثانوية العامة او بعد الكلية. ينفع كده وينفع كده. طيب الممثل امتى انا اشوف مثلا نفسي ايه المقومات اللي تبقى في الانسان هو ده نقول ده ممثل؟ مثلا